السلام عليكم. الفيديو ده من الفيديوهات اللي حبيتها جدًا، جدًا، لإن يعني فيه شوية كده موضوع الاسم بتاع الصفحة بتاعتي، والموضوع نفسه شدّني بصراحة. تعالوا بقى نشوف إيه اللي هيحصل أو هنسمع إيه في الفيديو. طب نبذة بسيطة كده قبل ما نسمع الفيديو. حابة أقول إن طبعًا كل كلمة بتتقال في الفيديو صح جدًا، جدًا، وأنا مع الفيديو ده أوي، وآسفة للإطالة في المقدمة. لكن حابة أقول لكم كمان أشباه الرجال كتير جدًا، واللي بيحصل أي راجل بيعمل حاجة في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده من أشباه الرجال، ده ما بيبقاش راجل، لإن فعلًا بيهد البيت، وحصل بالفعل والبيت اتهد. طبعًا مع ناس كتير جدًا حوالينا بيحصل، ويعني بنسمع في المجتمع حاجات كتير زي كده. طيب إيه هو اللي بيحصل؟ تعالَ نشوف مع بعض يا أحلى مَلِكة في الدنيا. تعالوا نشوف الفيديو ده. البيت ملوش غير ملكة واحدة وهي الزوجة. الراجل اللي بيسمح لأمه أو أخته يمشوا كلامهم على مراته في بيتها بحجة الأصول ده ما يعرفش يعني إيه أصول. الحموات والقرايب ليهم الشيل فوق الراس، لكن خصوصية البيت خط أحمر. لما تسيب طوب الأرض يتدخل في لبسها وأكلها وتربية عيالها، أنت كده بتهد بيتك بإيدك. المركب اللي ليها ريسين بتميل وصاحبة البيت واحدة. قولولي بقى، أنتوا مع إن قرايب الراجل يتدخلوا لو بنصيحة، ولا الخصوصية ما فيهاش عشم؟